في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 26 تاجر مخدرات، وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية 12 قنطارا و38 كيلوغراما ونصفا من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في هذا الصدد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7 تجار مخدرات، وضبطت 11 قنطارا و98 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات وحجز 40 كيلوغراما ونصف من الكيف المعالج و33,856 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواح عسكرية أخرى. في سياق آخر أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمراست وإنقزام وبرج باجي مختار وجانت 70 شخصا، وضبطت 16 مركبا و60 مولدا كهربائيا و20 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بينما تم ضبط 62 قنطارا من مادة التبغ و5196 وحدة من الألعاب النارية و1621 وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من بسكرة وسطيف والمسيلة. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 12266 لترا بكل من تبسة والطارف وسوق هراس وعين قزام. في سياق آخر تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 167 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وتلمسان وعين تيموشنت وعنابة وسكيكدا، فيما تم توقيف 96 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي وبشار وهران وإن صالح وإن أميناس.